السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم بسبوسة ال5 دقايق، البسبوسة الجاهزة البسيطة اللي مش بتاخد مننا اي وقت خالص. هقولك ازاي تطلع معاكي طرية ومرملة مش ناشفة منك، وازاي تسويتها صحيحة، وفي 10 دقايق تكون مجهزة احلى صينية بسبوسة. اول حاجة كده، البسبوسة الاكياس لازم تكون باردة. الشربات بتاعها لازم يكون بارد. اول حاجة هنجهز كده الشربات بتاعنا. اول حاجة 1.5 كوباية كده من السكر زي ما انتم شايفين، ومعانا كده بنفس الكوباية الكبيرة دي هنعاير بيها 2 مية. البسبوسة الاكياس لازم يكون شربتها بارد. اما البسبوسة اللي هو السميد اللي احنا بنجيبه من عند العطار، انا بحب استخدم يعني الشربات بتاعه يكون سخن. زي ما انتم شايفين كده، حطينا 2 كوباية من المية عليهم 1.5 كوباية من السكر. ده الشربات او السيرب بتاع البسبوسة المظبوط. حطيناه على النار، وبعد ما حطيناه على النار كده زي ما انتم شايفين عصرنا عليه ليمونة اول ما غلي، وبعدين شلناه من على النار كده، وجبنا معلقة من السمنة البلدي، بتفرق جدا في طعم البسبوسة. جبناها كده، ومعانا 1 من الفانيليا، باكو من الفانيليا. هنقلبهم الاتنين في بعض، ونسيب الشربات يبرز كده، وندخل على البسبوسة بتاعتنا نجهزها. بسبوسة الاكياس بتاعتنا، اي نوع بسبوسة تقدري تستخدميه بنفس الطريقة دي. انا استخدمت معاكم بالبسبوسة اللي مكتوب عليها بسبوسة ال5 دقايق. دي بيكون عليها جوز هند، وبتكون مظبوطة جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. اول حاجة، ومعانا كده الزبادي بتاعتنا، 1 زبادي كبيرة كده مش الصغيرة. ومعانا من 3 معالق ل4 معالق كده من السمنة البلدي. البسبوسة يعني سمنة بلدي، ممكن سمنة على زبدة اللي انتوا تحبوه. انا حاطة معلقتين 2 سمنة بلدي على معلقة زبدة فارن. نزلت كده بكيس البسبوسة بتاعه كله زي ما انتم شايفين كده. تقدري تستخدمي اي نوع انت حباه. زي ما انتم شايفين السميد بتاعنا او البسبوسة بتاعتنا، زي ما انتم شايفين بيبقى عليها كل المكونات بتاعتها. يدوب انت بس بتحطي السمنة او الزبادي او اللبن اللي انت تستخدميه. هنزل كده بالسمنة على كيس البسبوسة بتاعي، وبس طبعا البسبوسة بتاعتي او اقلبها كده، بس ما اقلبش كتير عشان التقليب كتير بيعمل للبسبوسة عرق ويخليها تنشف معاكي. احنا عايزين بسبوسة طرية، يعني نقلبها تقلبتين كده زي ما انتم شايفين لحد ما البسبوسة تتغلف كلها بالسمنة بتاعتي. وبعد كده هجيب معايا علبة الزبادي زي ما انتم شايفين، ممكن لبن رايب من البيت يعني برضو ينفع. ناخد الزبادي بتاعتنا كده ونقلبها كويس جدا. ما نقلبش كتير، هما تقلبتين 3 بس كده. الزبادي كلها تتخلط بالمكونات بتاعتي. احنا هي مش كيك ومش عجين ومش اي حاجة، ده هي بسبوسة يعني تقلبتين خفاف كده. ندمج الزبادي في السميد بتاعي او البسبوسة بتاعتي لحد ما يتماسك ويتغلف كله بالزبادي بتاعتي. طبعا في الوقت ده يعني احنا عايزين عجينة البسبوسة بتاعتي ما تكونش طرية قوي، وما تكونش في نفس الوقت مفرولة ومش ماسكة نفسها. احنا عايزينها تكون ماسكة نفسها شوية. في نفس علبة الزبادي بتاعتي هجيب كده، هي كده البسبوسة بتاعتي اتخلطت بالزبادي. هنزل كده في نفس علبة الزبادي بمعلقة مية كده، معلقة الأكل كده. أجيب عليها مية يدوب ألم بيها البسبوسة لحد ما تكون يعني متماسكة كده، يعني ايه مش قوي، يعني ماسكة نفسها كده. في نفس الوقت كده تكون البسبوسة بتاعتي خلاص جاهزة. اول ما ابدأ ان انا اجهز البسبوسة اكون مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. طبعا بنحط البسبوسة بتاعتنا في الرف الأوسط كده، يعني في الوسط، مش بنحطها فوق ولا تحت، بنحطها في الرف الأوسط. وأكون مجهزة الصينية بتاعتي، حاطة فيها سمنة، وأكون دهنها بالسمنة كويس، أو زبدة أو طحينة اللي تحبيه. بس السمنة طبعا بتكون كويسة جدا. وطبعا بنزل كده وأحط البسبوسة بتاعتي في صينية ما تكونش كبيرة.
يعني صينية البسبوسة دي بتاخد يعني بحطها في صينية حوالي 25 26 على حسب المقاس بتاعك. طبعا دخلت البسبوسة بتاعتي على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط زي ما انتم شايفين. أول ما طلعت سخنة الشربات بتاعي بارد، أنزل عليه كده زي ما انتم شايفين. البسبوسة نجاحها إنها تشرب الشربات، لو ما شربتش الشربات بتاعك اعرفي إن البسبوسة بتاعتك مش ناجحة خالص. زي ما انتم شايفين بتشرب الشربات بتاعي او السيرب بتاعي زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا هحط كمية الشربات بتاعي او السيرب بتاعي اللي هي هتاخده، وبعدين ادخلها في نفس الفرن اللي انا كنت مشغلاه. طبعا انا قفلته، هدخلها كده الفرن واغطي وشها من فوق واسيبها لمدة 10 دقايق كده. بتبقى طرية جدا ومرملة يعني بطريقة حلوة جدا، بيبقى طعمها فوق الخيال. يعني ما بتاخدش معانا اي وقت خالص. البسبوسة بتاعتي بعد ما طلعتها من الفرن، بعد ما سقيتها السيرب بتاعها، طلعتها تاني زي ما انتم شايفين طرية جدا جدا جدا، طعمها حلو قوي. يعني تقدري تجهزيها، هي ما بتاخدش منك تلت ساعة في الفرن، يعني تقدري تجهزيها في وقت بسيط جدا. ممكن بدل الزبادي تستخدمي لبن. يعني وصفة سهلة جدا جدا. زي ما انتم شايفين انا مش بحب سمكها كتير قوي، فلو انتي حابة تحطي كمية كبيرة في الصينية عشان يبقى سمكها حلو. بس البسبوسة حلاوتها انها تبقى ايه، يعني ايه، الحتة رفيعة منك كده او القطعة رفيعة منك جدا. زي ما انتم شايفين كده البسبوسة بتاعتي طرية جدا ومرملة وشاربة يعني السيرب بتاعها كله. البسبوسة بتاعتي سهلة وبسيطة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اشتراك في القناة واعجابكم بالفيديو عشان يوصل لكم كل جديد، واستنونا بفيديوهات تانية كتير ووصفات احلى. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.